السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا في قناتي سميرة كيتشن. اليوم فيديو جديد ووصفه جديده كنتمنى تعجبكم. اليوم نشارك معكم كيكه كتجي راقيه في المنظر ورائعه في المذاق، كتستاهل التجربه. هاد الكيكه غادي نديروها بثلاثه ديال الطبقات. الطبقه الاولى هي كيكه عاديه بجوج ديال البيضات، والطبقه الثانيه ديال الكريمه بيضاء، والطبقه الثالثه بعصير التشين ومايزينا. دابا غادي نفوتوا المكونات. غادي نحتاجوا لجوج بيضات، كاس الا ربع من الزيت، كاس الا ربع حليب، كاس الا ربع سكر، جوج ساشيات ديال الفاني، واحد المعلقه صغيره ديال الخميره د الحلويات، واحد المعلقه صغيره ديال الخل، والدقيق حسب الخليط. دابا غادي ناخذ واحد الاناء ونوضعوا فيه البيض ونطربوه. غادي نطربوه ونضيفوا له السكر والفاني ونزيدو نطربوه مزيان حتى يولي الخليط كريمي. الخليط اللي بغيت، هذا هو القوام اللي بغيت. غادي نديرو في المول ديال الفران وندخلو على درجه حراره 180. من بعد ما طابت حيدتها من المول ودرتها في واحد الطبق اللي يدخل لي في الثلاجه باش تبرد. من بعد غادي نفوتو نوجدوا الكريمه. هنا غادي نحتاج 400 مليلتر ديال قشطه الخفق، غادي نحتاج واحد العلبه ديال 250 غرام ديال جبن ماسكربون او فيلادلفيا، 3 المعالق ديال السكر. وهنا غادي نزيد الغبره اللي كتشد الكريمه، لحقاش كما قلت لكم قبل بالنسبه لينا حنا اللي في المانيا عندنا الكريمه ما كتشدش راسها، فلا بد ما كنزيدوا هاد الغبره. نديروا هاد المكونات في واحد الاناء اللي نقدروا نخفقوا فيه بالطراب الكهربائي. كما قلت لكم ماسكربون تقدروا تعوضوه بجبن فيلادلفيا او 3 ديال القطع ديال الكيري مثلا. صافي ونبديو نخفقوا. فبالنسبه للدول، الناس اللي عايشين في الدول الاخرى عندهم الكريمه مزيانه كتشد راسها، بلا ما يزيدوا ديك الغبره. كما كتشوفوا الكريمه بدات كتشد راسها. صافي غادي نوقف، ما نزيدش نطرب كتر باش ما تضيعش الكريمه. هنا غادي ناخذ داك الكيك من بعد ما يكون برد وندير له الاطار باش الكريمه تجي مقاده كما كتشوفوا. وغادي نسقيوها بالعصير ديال التشين، البرتقال او بالحليب.
كملت هذه الطبقه كما قلت لكم. غادي ندخلها المجمد واحد المده طويله حتى تجمد لي الكريمه. دابا غادي نفوتوا للطبقه الاخيره. غادي نحتاجوا نسيطرو ديال عصير التشين، 3 المعالق كبار ديال السكر، 4 المعالق كبار ديال النشا. هذاك العصير ديال التشين غادي نديرو في واحد الكاسرونه ونديرو فوق النار ونخلي به واحد شويه نتاع العصير في واحد الاناء. غادي نضيف له المايزينا والسكر وغادي نخلط مزيان باش يذوب كما كتشوفوا. من بعد ما يسخن العصير ديال التشين غادي نضيف له داك الخليط ديال النشا. هنا باش ما يديلكمش الوقت كبير بزاف فوق البوطه مع التخلط بزاف مع التحريك عفوا، دغيا كيوجد. كما كتشوفوا ها هي الكريمه عقدت. غادي نخرج داك الكيك اللي درت في المجمد وغادي نديرو فوقو الكريمه ديال التشين وغادي ندخلها للثلاجه عاود. من بعد ما جمدت الكريمه وبغيت نقدمها للضياف، اصلا عندي الضياف عليها راني كاين شي مقتطفات ما سجلتهمش، درتها في طبق التقديم. والتزيين كما قلت لكم قبل راه حسب الاختيار، كل واحد والذوق ديالو. انا كنت خليت شويه ديال الكريمه قبل، راه ما نسيت ما قلتها لكمش، كنت خليت واحد شويه نتاع الكريمه باش للتزيين، احتفظت به للتزيين. راه هي كتجي صراحه كتجي لذيذه بزاف منعشه. اكيد الا جربتوها غادي تعجبكم. صافي راني كملتها كما كتشوفوا. ها هو التقديم النهائي ديال هاد الكيكه، كتجي راقيه في المنظر ورائعه في المذاق. اكيد ما غاديش تحشمكم مع الضياف الا درتوها، غير هي خصها تعطيو لها الوقت الصراحه. دابا وصلت معكم الى نهايه الفيديو، كنتمنى يكون عجبكم وكنتمنى الوصفه حتى هي تكون عجباتكم ونكون خفيفه على قلبكم. الى عجبتكم الوصفه بارطاجيوها مع الناس اللي كتعرفوهم كاملين، وما تنساوش ديروا لايك وتخليوا لي شي تعليق زوين. نخليكم في امان الله، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.